ناس يطعن في عقيدة الأزهر الشريف، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ عقيدة الأزهر الشريف، كل الأزهر الشريف كده عقيدته يعني بيطعن في الأشعرية يعني. لا، هو ليس الأزهر وحده أشعرية، الأمة الإسلامية أشعرية. يعني هذا الأزهر أشعري، والزيتونة أشعري، وديوبند أشعري، وندوة العلماء أشعرية، ومدارس باكستان أشعرية، وكل العالم الإسلامي أشعرية. السلفيين مجموعة صغيرة، حتى يعني إذا قلنا السعودية ليس كل السعودية سلفيين، الحجازيين غير النجديين، غير المنطقة الشرقية، غير منطقة جيزان وكذا. فإذا خدنا بالأغلبية، أغلبية الأمة أشعرية. أصحاب المراهقة الفكرية الذين نبتوا حديثا، أخذوا العلم بدون أستاذ وبدون شيخ معلم، أخذوه من الكتب ولم يفهموه. الموضة الجديدة هذا الحديث ضعيف، وما أدراك أنه ضعيف، ربما يروى من طريق آخر يقويه فيكون قويا. ولو كان ضعيفا فإن الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم أجازا العمل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فإذا كان مرويا في المكارم وفي الأخلاق فإن أئمة المحدثين أجازوا العمل به. داعية كبير عنده من العمر 70 عاما يخرج له حدث مراهق، قرأ 3 كلمات أو 3 ورقات من كتب ابن تيمية أو كتب ابن عبد الوهاب، استطاع أن يكون وصيا على الدين. يا للمهزلة ويا للعار يا شيخ الأزهر، يا من نمتم وتركتم الإسلام نهبا لكل من هب ودب. أيها الإخوة الأعزاء، وكل من أراد أن يحرم أو يحلل حرم وحلل على حسب هواه.